الكيكة الرخامية من أسهل وأسرع أنواع الكيكات اليومية. أهم شيء المكونات بحرارة المطبخ، عندنا بيضتين بحرارة الغرفة أو بحرارة المطبخ. نخفقوهم مع كوب إلا ملعقة من السكر، وراح ننزل لكم تحت الفيديو المقادير. نخفقهم حتى بدون استعمال الخلاط الكهربائي. نضيف فانيليا، ظرف من الفانيليا أو ملعقة. نخفقهم بحيث يصبح الخليط كريمي ومتجانس. نضيف نص كوب وملعقة من الزبدة الطرية، زبدة حيوانية، ونص كوب من الياغورت أو الزبادي سادة، طبعا رشة ملح، وظرف من البيكنج باودر أو ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات. نخفق المكونات هذه الكمية لقالب صغير، قالب كيك صغير. نقسم الخليط إلى جزئين، الجزء الأبيض نضيف له ملعقة ونص من الكاكاو الخام. الخليط يكون سميك ومتماسك بهذا الشكل. ندهن القالب زي ما تلاحظوا صغير، ندهنه بزبدة ورشة من الدقيق أو الفرينة، ونضيف بملعقة الآيس كريم بهذا الشكل بالتبادل، جزء من عجينة الكاكاو والجزء الثاني من عجينة السادة أو الفانيليا. نخبزهم على درجة حرارة 160 من فوق وتحت، تاخد تقريبا 40 دقيقة. وهذا شكل الكيكة الرخامية بعد الخبز، انتفخت وشكلها جميل، وحنشوفوا الملمس والقوام من داخل بعد شوية. ممكن زينها بصوص، تذوبي شوكولاتة، ذوبت دارك شوكولات وشوكولاتة بالحليب. أول شي زينتها بالدارك شوكولات، تقريبا نص كوب من الشوكولاتة مع قليل من الكريمة على حمام مائي. والطبقة الأخيرة كانت شوكولاتة بالحليب، ذوبتها نفس الطريقة وخليتها تتماسك، وبعدين قطعتها وقدمتها بهذا الشكل. طرية جدا، من أفضل أنواع الكيك الرخامي، سهلة ومضمونة، وقوامها يضل طازة وطري إلى تاني يوم. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها. وممكن نستغنوا على الصوص، ممكن نقدموها ككيكة يومية في الفطور الصباحي، أو بجانب فنجان قهوة، كوب من الشاي. إن شاء الله تكون نالت استحسانكم وتجربوها. شوفوا القوام من الداخل. الكيكة هشة وطرية جدا من داخل، شوفوا قوامها. والأفضل في هذه الوصفة إنها تبقى طرية لتاني يوم. إن شاء الله تكون عجبتكم، ومن توا بالصحة عليكم.